في اللحظة دي الكل نايم والهدوء قاتل، بس في صوت بيهمس جوه عقلك بيقولك افتح واسمع. أهلا بيك في قصص منتصف الليل. النهاردة مش هتحكي حكاية، هتفتح ملف حقيقي ممنوع الاقتراب منه. ملف 19. البيانات: الاسم مصطفى، اسم مستعار، العمر 16 سنة. الحالة: صدمة نفسية حادة بعد حريق مدرسة داخلية. راح ضحيته 12 طالباً. مصطفى كان في المستشفى وقت الحريق بسبب كسر في رجله، لكن بدأ يوصف مشاهد دقيقة جداً من قلب الكارتة. الجلسة الأولى مسجلة بالصوت فقط. الطبيب دكتور ياسين مراد. مصطفى، بتحلم بالحريق؟ ما حلمتش، أنا كنت هناك. بس إزاي؟ وقت الحريق كنت على السرير في مستشفى بمدينة تانية. أنا جسمي كان في المستشفى، لكن لما النار بدأت لقيت نفسي واقف في آخر الممر في الدور التاني. النار كانت بتاكل الحيطان وزمايلي بيصرخوا. كنت شايفهم، بشم ريحة الدخان، حاسس بحرارة النار على وشي. عرفت منين إن اللي ماتوا كانوا بيتجمعوا في آخر الكوريدور؟ دي معلومة ما خرجتش حتى للإعلام. أنا كنت واقف معاهم، وأكتر واحد ما اتحرقتش جثته. كان باصصلي وبيقول سلمولي على مصطفى. جلسة التانية بعدها بيومين. لما بتفتكر اللي حصل بتشوفه في حلم؟ مش حلم، أنا بروح. امبارح رجعت تاني للمكان حتى بعد ما اتهد، بس كان في نور ضعيف والصوت لسه بيقولي ارجع، مكانك لسه فاضي. تقرير سري دكتور ياسين مراد. المريض بيظهر عليه أعراض اضطراب تفارقي شديد، لكن المعلومات اللي بيقولها دقيقة. معرفته بجثة آدم اللي متعذر تحديد مكانها الكامل بتأكد إن في حاجة أعمق، حاجة مش علمية. الحدث الأخير قبل الوفاة بيوم: ملاحظة ممرض النبطشية اختفى لمدة 3 ساعات. لقيناه نايم على أرض الحمام، عينيه مفتوحة وبيهمس. رجعت وعلى إيده خربشة بشكل رقم، لكن دكتور ياسين كتب ملاحظة في الهامش: الولد كان بيشاور طول الوقت على صورة أمه، بس اللي في الصورة ما كانتش هي. ملف 20 هيجاوب. لو مستعد تفتح الملف اللي بعده سيب تعليقك.